ازاي دوري الابطال من السنه الجايه هيكون حاجه تانية خالص، وهل دي حاجه حلوه ولا وحشه، وايه وجه التشابه بين التغيير اللي بيحصل دلوقتي في البطوله واللي حصل فيها من 30 سنه، وليه محاوله السوبر ليج رغم فشلها في 2021 ليها تاثير كبير على التغييرات الجديده. تعالوا نجاوب على الاسئله دي، نفس كروي عميق ونبدا الحلقه. سنة 1987 تحديدا في الموسم الكروي 87-88 كان بيتلعب مباراة في أول جولة من اليوروبيان كاب أو ما كان يعرف بالكاس الأوروبي، وزي ما باين من اسمه كده كاس، فمعروف إن كاس من أول دور لحد النهائي هو نوك أوت أو أدوار إقصائية، فريق يلعب فريق، واحد يروح والتاني يكمل. وكان الماتش ده بين نابولي وريال مدريد. نابولي 87 يعني نابولي مارادونا، وما أدراك ما مارادونا. المهم يروح مارادونا ورجالته يخسروا في ريال مدريد 2-0، وشد وجذب بين الجماهير ومشاحنات وضرب بين اللعيبة. بعدها لقاء العودة بيتلعب في نابولي، يخلص 1-1 ويروح مارادونا ورجالته. مين قاعد بيتفرج على العبث ده ومش عاجبه؟ سيلفيو بيرلوسكوني، حوت الاعلام الايطالي والاوروبي ساعتها، ومالك نادي اي سي ميلان، واللي بعد كده كمان هيبقى رئيس وزراء ايطاليا. قال لك يعني ايه مارادونا ما يبقاش موجود طول البطوله عشان روح من اول دور؟ المهم كتم في نفسه وقال لك اسكت يا لساني. يبص يلاقي نفسه في الدور اللي وراه، وتحديدا بعد الواقعه بتاعت نابولي دي بشهر، فريقه هو شخصيا اي سي ميلان العملاق الاوروبي بيخرج من اسبانيول في مفاجاه ويروح هو كمان. بيرلوسكوني قال لك عليا الطلاق بالثلاثه، الوضع ده ما هيكمل. ومن هنا بيعلن الباشا عن نوايا جديده ويقول لك احنا محتاجين نشوف دوري قاري، دوري اوروبي نقدر نستمتع بيه ونشوف كبرى الانديه لاطول فتره ممكنه على مدار الموسم. قال لك احنا مش عايزين نتحرم جماهيريا ولا اعلاميا ولا ماديا من ان احنا نشوف النجوم والفرق الكبيره لاطول فتره ممكنه. وبالفعل رؤيه الراجل ده ونفوذه وعلاقاته بتكون اول خطوات رحله 4 سنين بتترجم في الاخر ببدايه بطوله جديده اسمها دوري ابطال اوروبا او الشامبيونز ليج، واللي بتبدا سنه 92 بشكلها اللي احنا عارفينه لحد النهارده، واللي هيتغير مره تانية سنه 2024. بس قبل ما نروح على 2024 تعالوا نقف ثانيه في 2021. ومفيش حد فينا لحق ينسى محاوله السوبر ليج، واللي كان ممكن نسميه دوري الاغنياء، اللي قرر فيها كبرى انديه اوروبا تحديدا 12 نادي وعلى رأسهم فلورنتينو بيريز انهم يلعبوا لوحدهم. قال لك الكرة كورتي والملعب بتاعي، واحنا اللي عندنا الجماهيرية والشغل الجامد ده، فيلا نلعب بعض بقى ونلعب لوحدنا. طبعا ومن غير ما نخش في تفاصيل اللي انقذ القصة دي كلها من انها ما تحصلش، غير حرب الاتحاد الاوروبي على الاندية دي هي حرب الجماهير. الناس ساعتها انفجرت وصارت على ادارات وملاك انديتها شخصيا، وقالوا لهم انتوا يعني خلاص ما فيش دم خالص ولا ايه؟ الكرة يعني اصلا تنافس يا اولاد الجشعة، فيعني ايه ما يبقاش في حاجه اسمها شرف انك توصل لمراكز متقدمه في دوريات بلدك عشان خاطر ده اللي يأهلك انك تلعب بطوله قاريه، وان هو كده كسبان خسران وحش حلو البطوله القاريه بتاعتي وانا اللي بلعب فيها كل سنه. وكانت فعلا ايه العفانه دي صحيح، بس العيار اللي ما يسيبش يدوش. والمحاوله دي كان ليها تاثير مباشر على منظر الشامبيونز ليج او دوري الابطال اللي هنشوفه من السنه الجايه. وتعال اقول لك ازاي. اللي بيجمع ما بين الاتحاد الاوروبي بقياده الكسندر سيفرين وفلورنتينو بيريز وملاك كبرى انديه اوروبا، وقبلهم باكتر من 30 سنه سيلفيو بيرلوسكوني، هي حاجه واحده، كله بيفكر في الكاش يابا. ومن هنا وزي ما بيرلوسكوني فكر في السلعه اللي هتجيب جماهير اكتر من 30 سنه، الاتحاد الاوروبي داعب كبرى انديه اوروبا سياسيا وقال لك يلا نقعد مع بعض ونشوف ازاي نقدر نستفاد كلنا بدل ما احنا بنتخانق مع بعض. وكانت النتيجه شكل جديد لدوري ابطال اوروبا. هحاول الخص لك اهم تفاصيله واهم مميزاته. البطوله من السنه الجايه مش هتبقى 8 مجاميع في 4 فرق، هتبقى 36 فرقة كلهم مجموعة واحدة، والفرق بتتصنف ل4 مستويات، تصنيف اول تاني تالت رابع بناء على انت في انهي دوري ومركزك ايه، التصنيف اللي احنا كلنا عارفينه. وكل فريق هيلعب 8 ماتشات بالظبط، وال8 ماتشات متقسمين بالتوازي على 4 تصنيفات، يعني يتلعب فريقين تصنيف اول، فريقين تصنيف تاني، فريقين تصنيف تالت، وفريقين تصنيف رابع. وفي كل تصنيف من دول هتلعب ماتش هوم وماتش اواي. يعني مثلا لو انت ارسنال وطلع لك ريال مدريد وبايرن ميونخ، يا هتلعب ماتش في اسبانيا وماتش في انجلترا، يا هتلعب ماتش في المانيا وماتش في انجلترا. وصلت؟ طيب بعد ما ال8 جولات خلصت تقول لي ايه اللي هيحصل يا ابو العز ومين هيتاهل ازاي؟ هقول لك حاجه. من المركز الاول للمركز الثامن هيروحوا على الدور ال16 على طول. من المركز التاسع للمركز ال16
هيلعبوا الناس اللي من المركز ال 17 للمركز ال 24. هيكون دور اقصائي من ماتش ذهاب وعوده، اخذا في الاعتبار ان العوده هتكون دايما في ارض الفرق اللي كانت في المراكز من التاسع لل 16، فمعاهم الافضليه دي بحكم ان هم كانوا سابقين في المراكز اصلا. الثمانيه بقى اللي هيعدوا من الدور الاقصائي ده هم اللي هيروحوا يلعبوا الثمان مراكز الاولى في الدور ال 16 من دوري ابطال اوروبا. هتكمل البطوله بنفس شكلها المعتاد اللي انت عارفه لحد النهائي. انا في رايي التغيير ده للاحسن. اولا احنا كجماهير هناخد خطوه للامام اكتر في ان احنا نشوف فرق كبيره بتلعب بعض اكتر. ثانيا بقى عندك 8 جولات ناريه، لان الاخر ثانيه في اخر جوله هيكون كل نقطه بتفرق تحدد مركزك ايه، غير لما الكبار بيقفلوا وتلاقي الجوله الخامسه والسادسه في الوضع الحالي بيكونوا زي قلتهم في اكتر من مجموعه. ثالثا الدور الاقصائي اللي هيتلعب ما بين المركز التاسع للمركز ال 24 هيديك كره زياده لحد اول يناير. رابعا ال 36 مقعد بدل 32 معناها فرق اكتر ممكن تساهم في دوري ابطال اوروبا. رابعا المبدأ اللي اتفقنا عليه من اول الحلقة، وهو متعة اكتر يعني فلوس اكتر. والنهاردة بالشكل الجديد ده الاتحاد الاوروبي بيتوقع ان دخل دوري ابطال اوروبا هيعلى من 3.6 مليار يورو ل 4.8 او 9 مليار يورو، يعني زيادة 33%. طبعا هيعود على نسب ودخل الاندية الكبيرة. فيلا نكبر التورتة وناكل مع بعض عشان اللي ياكل لوحده يزور. وبصراحة لو هتقول لي اشوف المنظر ده بس ما اشوفش حاجة طبقية زي السوبر ليج، اقول لك اكيد وبالنسبه لي النقطه السلبيه الاساسيه في حاجه زي كده هي عدد الماتشات اللي ما بتوقفش، اللي بتيجي على صحه اللاعبين، وابتدينا نشوف كم الاصابات بيزيد ازاي في السنين الاخيره. دي كانت الحدوته، وهحب اعرف رايك. تتفق معايا ان الفورمات الجديد للتشامبيونز ليج او دوري الابطال هو خطوه للاحسن ولا لا؟ هستناك ونتناقش مع بعض في التعليقات. واعمل فولو وسبسكرايب ارجوك، وحياه امك وابوك. سلام.